السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد، فيديو بقى حماسي، وفيديو بقى تحدي كسل، وفيديو بقى نشاط كده على الصبح. فيلا بقى معايا كده تابعوا الفيديو، هتشوفوا بقى احنا عملنا ايه بالظبط، واول تنظيفات بقى من تنظيفات الصيف. ويعني في عز الحر بقى والفرهده اللي احنا فيها دي بس برضو لازم ننظف ونعمل بقى الحاجات برضو اللي ورانا. زي ما انتم شايفين كده، انا صحيت النهارده بقى عندي شويه نشاط كده، فقلت ايه استغل شويه النشاط دول عشان هما ما بيجوش كتير يعني. فقلت استغل شويه النشاط دول واعمل معاكم بقى الروتين التحفه ده. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه بدات يومي عملت كده ايه. ما عملتش بقى افطار ولا حاجه، بما ان احنا يعني كنا صاحيين شويه متاخر. فقلت اخليها غدا على طول يعني. هنا بقى كنت بصبح عليكم قبل ما ابدا الروتين اصلا. وكنت بقى يعني ايه بقول لكم هنعمل ايه النهارده، بس الصوت من بره عمل ازعاج، فانا لغيت الصوت ده وقلت بقى ايه احط لكم بقى صوت على الفيديو من الاول. اول حاجه بدات ان انا انضف الصاله كده زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم كده الاول عملنا كل واحد سندوتش كده كوبايه شاي، وقلت بقى اخلص الروتين واعمل بقى الغدا ونبقى نتغدى مره واحده. فزي ما انتم شايفين كده بدات الاول بالشبابيك في الصاله. طبعا انا ما بحب انضف، ما بنضفش كل الشقه في يوم واحد يعني، بنضف اوضه اوضه كده وده الاحسن يعني. ما بناخدش وقت وما بنتفرهدش كتير يعني، سريع سريع كده. الشباك ده اصلا ما بفتحوش خالص، لان الشباك ده يعني هو باصص على السلم على طول، فلو فتحته اللي طالع على السلم واللي نازل بيبقى شايف اللي في قلب الشقه عندنا. فده بس مجرد كل فتره كده بفتحه ان انا انضفه او امسحه كده بس وخلاص. حتى وانا بنضفه لقيت ناس طالعه ونازله، فانا قفلت على طول ما استنيتش يعني. وده كان اول شباك عملته، وجيت هنا بقى للقطعه اللي هنا اللي انا حاطه فيها حاجات النيش لو انتوا فاكرين. برضو اديت لها كده برضو مسحه كده عشان لو عليها تراب ولا حاجه. والصينيه دي بوريها لكم اللي انا كنت جايباها في العيد، للحاجات بقى اللي هي الشوكولاتات والترمس والحاجات ده. وهنا برضو جيت على البار ده او الفتحه اللي هي فتحه بتاعه المطبخ يعني، هي فتحه على الصاله. فبرضو بلمع الجبس كده بشيل التراب اللي عليه برضو بالفرشه يعني، مش بالفرشه كده على كل الصاله، انا النهارده يومي كله في الصاله. وهنا بقى بشيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه، لقيت بقى علاجات ولقيت ازاز ميه فاضيه وحاجات زي ما انتم شايفين كده. شلت كل الكلام اللي ملوش لازمه ده. ونضفت برضو كل حاجه ومسحت تحتها زي ما انتم شايفين. سبت بس الحاجات اللي انا عايزه اسيبها هنا، اللي هو ملمع الازاز وازازه البيروسول، هم دول اللي انا سبتهم هنا. وهنا بقى جيت على الجبس كده اللي هو في مدخل الارض على طول برضو بالفرشه كده، ومشيت عليه عشان الجبس الطبقات ده بيكون فيه تراب. فانا كل حاجه بالفرشه كده على السريع. هنا كان محمد بيكلمني والناحيه التانية برضو من الارض نفس الكلام كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى الشباك التاني من الصاله اللي باصص على الشارع الرئيسي، بس للاسف النور احبطني والنور قطع دلوقتي بس برضو كملت الفيديو، ما فيش مشكله. فتحت بقى الشباك، انا كنت قافله اصلا عشان لما بفتحهم بتبقى الاضاءه عندي مش مظبطه وانا بصور. فانا لما النور قطع رحت فاتحه بقى وقلت ايه هصور بقى معاكم المقطع ده، مش مشكله في الاضاءه مش قد كده، فمعلش بقى استحملوني يعني. هو النور عملها فيا مش عارفه ليه يعني، مع انه بقاله كام يوم ما قطعش عندنا، فانا قلت هو خلاص على كده، بس هو فاجئني بقى النهارده هشيل برضو الحفاظات اللي في الصاله دي وابدا ان انا انفضها كده واكنس تحتها. شلت بقى المخدات والحاجات اللي كانت عليها دي زي تكايات كده حاطينها بنقعد عليها وكده، والشواحن بقى والريموت وكل الحاجات اللي عليها، وهنفض بقى واكنس تحتها. انا كنت عايزه اطلعها في البلكونه، بس انا كنت نشر غسيل، فما نفعش ان انا اطلعها يعني عشان هتبهدل الغسيل تراب وكده. فنفضتها كده وركنتها على جنب، وهكنس بقى تحتها كده وارجع افرشها تاني. انا كنت عايزه بقى امسح، بما اني شلت الفرش وكده وكنست كنت عايزه امسح، بس بما ان النور قطع فالميه قطعت كمان، فما كانش ينفع بقى ان انا امسح بقى الشقه او المع يعني او كده. فقلت خليها بقى مره تانية. هفرش بقى الحافظه تاني مكانها. وبعدين اشيل اللي بعدها وهكذا، لان الصاله عندي طويله قوي فهي اصلا بتهبطني اساسا. هرجع بقى كل حاجه مكانها وبعد كده اشيل الحافظه اللي بعدها وهكذا.
نفضتها اركنها بقى في مكان، المكان اللي انا كنسته او نضفته ده الاول. وهنا كنت كنست برضو تحتها، هبدأ بقى ان انا افرشها تاني. وده الجزء التاني بقى من الصالة. بدأت بقى ان انا امشي كده بالمقشة على الجبس برضو من فوق، والحاجات اللي انا مش هطولها عشان برضو التراب اللي عليها ينزل، والحيطة برضو كل حاجة على قد ما قادر بالطول كده بالمقشة بعمل. لا دي طبعا الجزمة كده محطوطة، واللي متبقى بقى من الجزمة محطوط جنبها. وهنا برضو قلت ادي برضو تنفيضة للباب. ده باب الشقة الرئيسي، والباب التاني المقفول ده باب أوضة. فتحت الباب برضو عشان انفضه برضو من بره عشان يبقى نضيف من جوه ومن بره. السلم طبعا كده كده ماليش دعوة بيه، لان كده كده ايه حكاية كده كده دي السلم ماليش دعوة بيه عشان في واحدة بتيجي تنضفه. هو اصلا كان متنضف برضو امبارح، هي كانت منضفة امبارح، فانا اخري هنا الباب بس. الحاجات بقى اللي على السلم الكركبه دي مش بتاعتنا، فاحنا ملناش دعوه بيها. خلصت بقى وفرشت كله، وجيت بقى ادي تلميعه بقى للشاشه في الاخر كده. ما حبيتش ان انا المعها في الاول عشان ما برضو كان هيجي عليها تراب، فقلت المعها في الاخر. خلصت بقى دخلت اعمل كوبايه قهوه. في الوقت ده كان النور رجع بقى تاني. قلت بقى ايه حان وقت كوبايه القهوه دي هشربها بقى وانا بعمل الاكل معاكم. فانا بحب اشرب كوبايه القهوه دي بالذات العصر يعني، فانا قلت اعملها اتسلى بقى فيها كده وانا بعمل معاكم الغدا. النهارده بقى هعمل خضار مشكل باللحمه او تورلي زي ما انتوا بتسموه، يعني انا بسميه تورلي ساعات وساعات بقول الخضار مشكل باللحمه. فانا هنا قطعت بصلايه معايا حوالي، يعني كان عندي كيلو لحمه كده، فكيته يعني، خدت منه كام قطعه، فكيتوش طبعا للاخر عشان ما ينفعش افك اللحمه ونرجعها تاني، انا بس سبته يعني فك سيكه بسيطه كده وبالسكينه، وفضلت بقى ايه افصل فيه لحد ما عرفت اطلع منه قطعتين او ثلاثه. قطعتهم هعمل بيهم بقى صينيه خضار بقى في الفرن. بصوا تحفه ما حصلتش، ويعني يا ريتكم كنتوا شامين ريحتها وهي قلبه السلم وقلبه العماره وقلبه الشارع كمان اللحمه هي مقطعها زي ما انتم شايفين. قطعت بقى البصلايه وسايباها كده تتشوح، وعصرت الطماطم او فرمت الطماطم، وجهزت التوابل بتاعتي اللي انا هستعملها: فلفل اسود وكزبره ناشفه وسبع بهارات وبهارات لحمه. واول ما البصله كده ابتدت ان هي تاخد لون معايا، نزلت معاها بقطع اللحمه. انا مقطعها مكعبات صغيره، مش صغيره ومش كبيره، يعني متوسطه. ما بحبش احط الطماطم الاول، بحب ادي اللحمه الاول تشويحه كده في البصل والتوابل، ريحتها بقى بتطلع وبتبقى جميله. وكمان حطيت ورقتين لورا علشان برضو يعززوا كده الريحه ويعززوا الطعم. زي ما انتم شايفين هبدا بقى اشوح فيها لحد ما تاخد صدمه معايا ولونها يغير، وبعد كده ابقى انزل بقى بالطماطم. وده شكلها بقى من قريب، شايفين بقى شكلها في الوقت ده كده كان شكلها وريحتها كمان تحفه، يعني كانت ريحتها بجد فظيعه. ونزلت بقى بعصير الطماطم وهسيبها بقى تتسبك كده وتعيش حياتها. انا الخضار بقى عندي كوسه وعندي بطاطس وعندي بسله وعندي جزر. ميكس الخضار كده ده مع اللحمه بصوا بيبقى فظيع. هنا كنت بجهز بقى الخضار بتاعي. قطعت بس 3 حبايات من الكوسه و حبايتين من البطاطس. وهطلع بقى كيس بسله من عندي من الفريزر. كوبايه القهوه معايا منين ما اروح وهنا طلعت كيس البسله من الفريزر. طبعا بقى مش هنغسله عشان البسله ما ينفعش ان احنا نغسلها، بنبقى غاسلينها قبل ما نشيلها اصلا في الفريزر. فانا هنزلها كده بالتلج بتاعها على طول مباشر على الصلصه بعد ما اللحمه تكون خدت كده غلوه او حاجه، علشان يعني لازم اللحمه الاول كده تبقى نص تسويه، عشان طبعا تسويه اللحمه غير تسويه البسله.
وبعد ما البسله بقى تاخد كمان غلوه هروح منزله بقى البطاطس ومنزله كمان الكوسه، عشان البطاطس والكوسه ما يتهروش معايا، لان البسله هتاخد وقت اكتر في التسويه. عشان كده ما بحبش اضيف كل حاجه مره واحده عشان بقيه الخضار ما يتهريش. وعلى الناحيه التانية كده كنت حاطه ميه بتغلي عشان اعمل بقى الرز، هعمل رز ابيض. غسلته بقى زي ما انتم شايفين، والميه كانت غليت بقى، نزلت الرز. وعلى الناحيه التانية برضو بتابع كده البسله بتاعتي او الصلصه بتاعتي او كده. هظبط بقى القعد بتاع الرز واسيبه بقى يستوي. عايزه اقول لكم ان الولاد كانوا مستعجلين جدا على الاكل، عشان زي ما بقول لكم كده ما عملتش فطار. قلت لهم هخلص الروتين، ووقت ما اخلص الروتين هظبط بقى ايه، نعمل غدا على طول، عشان لو كنا فطرنا ما كناش هنتغدى بقى دلوقتي، كان قدامنا بقى لاخر الليل كده. وهنا بعد ما ضفت بقى البسله كانت خدت غلوه، نزلت عليها بقى بالكوسه والبطاطس. شايفين بقى الشكل، بس بصوا تحفه بجد، وريحتها كانت فظيعه. فضلت بقى اتابع فيها كل شويه وازودها بقى ميه شويه بشويه كده، زي ما انتوا يعني كل ده ما صورتوش عشان اختصر بس معاكم. المهم في الاخر هنا كانت استوت. جبت بقى الصينيه بتاعتي وولعت الشوايه، وهفضي بقى الكلام الحلو ده كله، هفضي بقى الميكس الخضار مع اللحمه كل الكلام الحلو ده، وهدخلها بقى في الفرن تحت الشوايه تاخد بقى لون حلو كده من فوق. وتقدروا ما تعملوش الخطوه دي عادي، يعني تقدروا على كده ماشي تمام، بس انا حبيت يعني ايه ادلعها شويه فقلت احطها تحت الشوايه. ولعت الشوايه بس ما ولعتش الفرن، تاخد بقى لون كده ذهبي خفيف. وبصوا كانت في حته تانية بجد. هحط بقى كده، انا بطلع اللحمه كده، بخلي اللحمه هي على الوش عشان عايزه اللحمه تاخد لسعه كده من الفرن. وكمان احط عليها معلقه من السمنه كده على وشها، علشان برضو يعني ايه تخليها دسمه كده شويه، وتساعدها ان هي تتحمر وتاخد اللون التحفه الفظيع اللي انتوا هتشوفوه ده. انا ما حبيتش اديها لون زياده عن كده، عشان طبعا زي ما بقول لكم الولاد اصلا كانوا مستعجلين جدا على الاكل، وكانوا خلاص طلعوا من الدروس واقفين جنبه في المطبخ. ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن، قعدت حوالي 10 دقايق في الفرن. وهنا خلاص هبدأ بقى اغرف الاكل بتاعنا. شايفين بقى صينية التورلي دي، بصوا في حتة تانية، طعمها خطير. الطبق ده يعني كفيل ينسيك اي حاجة في حياتك، يعني الطبق ده بصي كفيل ان هو يسعدك بصراحة. فضيت كده، غرفت 3 اطباق، وكمان حطيت بقى طبق مخلل عشان كان عندي جرجير كمان ونسيت احطه، ما افتكرتوش غير بعد الاكل وغرفت بقى الرز. وده كان شكل الغداء بتاعنا النهارده، وده كان روتيني النهارده. بتمنى يكون الروتين عجبكم، وبتمنى تكونوا شجعتم ولو بحاجه بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت ان هو يشترك. وبس كده يا حلوين، اشوفكم في فيديو جديد، ومع